السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا دكاترة في المحاضرة التانية من سلسلة الجنرال باثولوجي. المرة اللي فاتت سيبنا الخلية وهي في الجيم، فاكرين؟ وقلنا إن الخلية لما تتعرض لمشكلة أو ستريس، أول رد فعل ليها إنها بتحاول تكون قد المسؤولية، فبتعمل adaptation، تكبر عضلاتها هايبرتروفي، تزود من عددها هايبربليجيا، أو حتى تغير جلدها ميتابليجيا. لكن السؤال المهم هنا، ماذا لو كانت المشكلة أكبر من قدرة الخلية على التحمل؟ ماذا لو الخلية ما لحقتش تروح الجيم وتتدرب، أو الخلية أصلا فيها مشكلة داخلية مخليها مش عارفة تدافع عن نفسها؟ هنا للأسف الخلية بتفشل في التأقلم، وبنخرج من منطقة الأدابتيشن وندخل في منطقة الخطر، منطقة إصابة الخلية سيل انجري. وده موضوعنا النهاردة. تعالوا نتخيل مع بعض ان الخلية دي عبارة عن شخص واقف، وان الاسترس واحد بيضرب فيه. لو الضربة خفيفة مايلد والفترة قصيرة ترانزيانت، الخلية هتتوجع شوية، وظيفتها هتتأثر حاجة بسيطة، شكلها ممكن يورم شوية. لكن لو شلنا الضربة دي، الخلية هترجع سليمة تاني زي الأول. المرحلة دي بنسميها ايه؟ بنسميها reversible injury، يعني إصابة يمكن الرجوع فيها، إصابة مؤقتة. زي بالظبط لما تتخبط في دراعك بيحمر ويورم، لكن بعد يومين بيرجع طبيعي. طيب ركز معايا بقى في السيناريو التاني ده. لو الضربة دي كانت عنيفة جدا سيفير، أو استمرت لفترة طويلة persistent، تفتكروا الخلية هتستحمل؟ الإجابة لأ. الخلية هنا بتوصل لنقطة بنسميها في لغة علم الباثولوجي the point of no return، نقطة اللا عودة. بمجرد ما الخلية تعدي الخط ده ما بقاش ينفع ترجع تاني، دخلنا في مرحلة ال irreversible cell injury، والنهاية الحتمية هنا هي موت الخلية. يبقى احنا عندنا تدرج منطقي للأحداث. نورمال سيل، خلية عايشة في هوميوستيزيس، حصل لها ستريس، حاولت تتأقلم على الاسترس من خلال عملية الادابتيشن، عملية التأقلم فشلت، فدخلنا في ريفيرسبل انجري، إصابة مؤقتة. الضغط ده فضل مستمر، كان أكبر من قدرة الخلية على التأقلم، فبيحصل irreversible injury، إصابة دائمة، ودي بتؤدي إلى الموت cell death. والموت ده يا دكاترة ليه نوعين كبار هنتكلم عنهم بالتفصيل قدام. نوع فوضوي وعنيف اسمه نيكروزيس، ونوع هادي ومنظم اسمه ايبابتوزيس. طيب ايه هي اسباب السيل انجري؟ تعالوا نتخيل ان الخلية دي عبارة عن بيت. البيت ده هيقع لسببين، يا اما اعداء من الخارج ودول 4 اعداء هنتكلم عنهم، يا اما خونة من الداخل ودول برضو 4. يبقى كده الاسباب هنقسمهم 4 خارج الخلية و4 خونة داخل الخلية. هنبدأ بالخونة. أول وأخطر وأشهر سبب لإصابة وموت الخلايا هو الهايبوكسيا. طيب يعني إيه هايبوكسيا؟ ببساطة الهايبوكسيا هي نقص الأكسجين اللي واصل للخلية، والخلية من غير أكسجين يعني من غير تنفس هوائي، يعني من غير طاقة، مفيش ATP، والدنيا هتقف. بس هنا لازم أسألك سؤال، هل الهايبوكسيا هي الإسكيميا؟ كتير بيتلخبطوا ويقولوا بس في الحقيقة في فرق جوهري بينهم. الهايبوكسيا معناها الأكسجين قليل بس الدم واصل عادي. زي إيه؟ زي واحد عنده أنيميا. في الأنيميا الدم بيوصل للخلية، لكن التوكتوك اللي شايل الأكسجين، التوكتوك ده اللي هو الهيموجلوبين، فاضي أو عدده قليل. المثال التاني وهو التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. أكيد سمعت قبل كده في الأخبار عن ناس ماتت مخنوقة في العربية وهي واقفة ومشغلين التكييف، أو حد مات في الحمام بسبب السخان الغاز. السبب هنا هو غاز أول أكسيد الكربون، خلينا نسميه القاتل الصامت. ليه صامت وليه قاتل؟ الغاز ده ملوش ريحة ولا لون، يعني بتشمه وانت مش دريان، بس هو عاشق خبيث وبلطجي في نفس الوقت. أول ما بيدخل الدم بيلاقي الهيموجلوبين، التوكتوك اللي بيشيل الأكسجين، ويقوم زائق الأكسجين ويرميه ويركب هو مكانه. كمان المصيبة ان الهيموجلوبين بيحب اول اكسيد الكربون عن الاكسجين 200 مرة، يبقى اول اكسيد الكربون عنده هاي افينيتي، فالدم يلف في الجسم وهو شايل السم ده، والخلية تصرخ عايزة اكسجين ومحدش سامعها، والشخص ينام ويغيب عن الوعي ويموت في هدوء تام. كده خلصنا الهايبوكسيا، نقص الاكسجين. اما بقى الاسكيميا دي معناها كارثة اكبر، معناها loss of blood supply، الشريان اللي بيغذي العضو اتقفل،
بجلطة مثلا، وهنا المصيبة بتبقى دوبل. ليه؟ لأن في الإسكيميا أنا قطعت عن الخلية حاجتين: الأكسجين فحصل هايبوكسيا، الأكل والمواد الغذائية اللي الخلية بتعيش عليها. مش بس كده، ده كمان الفضلات بتتحبس جوه الخلية، الويست برودكت، لأن مفيش دم بيغسل وينظف. عشان كده القاعدة الذهبية اللي لازم تحفظها دلوقتي حالا إن الإسكيميا بتقتل أسرع وأعنف من الهايبوكسيا. طيب إيه التفسير؟ لأن في الهايبوكسيا نقص الأكسجين بس الخلية ممكن تمشي حالها وتعمل تنفس لا هوائي anaerobic glycolysis، لأن الجلوكوز لسه بيوصلها مع الدم. لكن في الإسكيميا الشريان مقفول، مفيش أكسجين للتنفس الهوائي ومفيش جلوكوز للتنفس اللاهوائي، يعني المصدرين بتوع الطاقة اتقطعوا، فالخلية بتموت فورا. خلصنا البعبع الكبير، تعالوا بقى نشوف باقي العصابة اللي ممكن تأذي الخلية. العيوب الجينية genetic defects. ممكن الإصابة تكون مكتوبة في الدي ان ايه بتاع الخلية من يوم ما اتولدت، بيحصل تشوهات خلقية زي الداون سندروم، أو طفرة تغير حرف واحد في البروتين زي ما بيحصل في أنيميا الخلايا المنجلية سيكل سيل أنيميا. الهيموجلوبين بيبقى بايظ وبيكسر كرات الدم الحمراء، فبيبقى شكلها عامل كده تحت الميكروسكوب. السبب الثالث في الخونة اللي من الداخل هو الاميونولوجيكال رياكشنز. سبحان الله، جهاز المناعة، الجهاز اللي معمول عشان يحمينا، ممكن يقلب علينا، يا اما يهاجم خلايا جسمنا بالغلط فيحصل اوتو اميون ديزيز، يا اما يعمل رد فعل مبالغ فيه ضد حاجات في البيئة، ودي اسمها حساسية او الرجي، وفي الحالتين الخلية هي اللي بتدفع الثمن وتتصاب. 4. الزمن. مع الوقت قدرة الخلية على ان هي تصلح نفسها بتقل، وقدرتها على الانقسام برضو بتقل، فالشيخوخة في حد ذاتها بتخلي الخلية عرضة للإصابة والموت. كده خلصنا الأربع أسباب اللي جوه الخلية: الهايبوكسيا، جيناتيك ديفكتس، immunological reactions، والaging. ندخل بقى على الأربعة اللي بره الخلية. chemical agents. مش لازم تكون سموم عشان تموت الخلية. تخيل ان حاجات بريئة زي السكر والملح لو زادوا عن حدهم ممكن يموتوا الخلية. ازاي؟ بانهم يبوظوا التوازن الاسموزي. طبعا في حاجات تانية زي الادوية لو اتاخدت غلط، المبيدات الحشرية، الكحوليات، وحتى الاكسجين نفسه لو زاد ضغطه بيبقى توكسيك. infectious agents. العدوى، من اول الفيروسات اللي ما تتشافش بالعين لحد الديدان الشريطية اللي طولها بيوصل لأمتار، كل دي كائنات بتعتبر الخلية بيت أو وجبة وبتسبب مشاكل. بعد كده معانا العوامل الفيزيائية: التروما، الكهرباء، الإشعاع راديشن، والتغيرات الشديدة في الضغط الجوي. حد طلع بطيارة فوق فالضغط الجوي بيقل، واحد تاني نزل في المحيط فالضغط بيزيد. كمان درجات الحرارة المتطرفة، الاكستريميتيز اوف تمبريتشر، الحرق بالنار بيموت الخليه، والتجمد الشديد الفورست بايت بيموت الخليه برضه. نيوتريشنال امبالانس، مشاكل التغذيه، ده بقى اخر سبب معانا، والمشكله هنا يا اما نقصان او زياده. النقصان زي المجاعات ونقص البروتين والفيتامين، الخليه مش لاقيه بنزين ولا قطع غيار فبتموت. الزياده، ودي مشكله العصر، السمنه او الاوبيزيتي. السمنه مش بس زياده وزن، دي بتزود خطر الاصابه بمرض السكر من النوع الثاني. طيب ليه؟ لان الدهون الكتير بتخلي الخلايا تتنح وما تسمعش كلام الانسولين، فبيحصل حاجه اسمها انسولين ريزيستنس، والنتيجة ان السكر بيعلى في الدم، هايبرجلايسيميا. والسكر العالي ده بيشتغل كمادة سامة بتعمل سيل انجري لكل خلايا الجسم. ده غير طبعا ان الدهون بتعمل تصلب شرايين اثيروسكليروزس، وتصلب الشرايين يعمل اسكيميا، والاسكيميا تعمل سيل شفت الدايرة بتلف ازاي؟ طيب يا دكاترة، كده احنا عرفنا مين اللي بيضرب الخلية او الاسباب الثمانية، قسمناهم 4 اعداء من الخارج و4 خونة من الداخل. تفتكروا بقى مين يموت أسرع لو قطعنا عنه الدم؟ خلايا المخ البرين ولا عضلات الدراع السكيلتال ماسلز؟ لما قطعنا الدم عن الاتنين لقينا ان خلايا المخ بتموت في خلال من 3 ل 5 دقايق، بينما العضلات ممكن تستحمل ساعات. والسر كله في الكلمة اللي هقولها دلوقتي: ATP. المخ مدمن ATP وما يعرفش يعيش من غيره لحظة، وده اللي بيوضح لك ليه عيان الجلطة الدماغية لازم يتلحق فورا. طيب ايه اللي بيحصل جوه الخلية بيوصلنا للنهاية دي؟ ايه الميكانيزم بتاعت الموضوع؟ تعالوا ندخل جوه الخلية ونشوف الموضوع بيحصل ازاي. عشان الخلية تنهار الإصابة لازم تيجي في واحد من أهم 4 أنظمة فيها. تخيل الخلية دي مصنع
عشان نوقفه لازم نضرب واحد الغشاء بتاع الخلية، السيل ممبرين، السور بتاع المصنع، او نضرب محطة الكهرباء اللي هي الميتوكوندريا اللي بتطلع ATP، او نضرب خطوط الانتاج اللي بتصنع بروتين، او نضرب غرفة الادارة او الجيناتيك ابريتس اللي هو الDNA. تعالوا نشوف مثلا لما الاكسجين يقل كاشهر سبب يعني ايه اللي بيحصل بالترتيب. بيحصل سلسلة من الكوارث. اول حاجة بتحصل لما الاكسجين يقل، الميتوكوندريا محطة الكهرباء بتقف، مفيش تنفس هوائي فمفيش ATP. ولما الATP يقل بيحصل 3 مصايب جوه الخلية. رقم 1 فشل مضخة الصوديوم. المضخة دي موجودة على غشاء الخلية ووظيفتها عاملة زي فرد الامن، بتطرد الصوديوم بره وتدخل البوتاسيوم جوه، والمضخة دي شغالة بالكهرباء أو الATP، فلما الكهرباء تقطع فرد الأمن يمشي، فالصوديوم يدخل جوه الخلية وبكميات كبيرة. ولما الصوديوم يدخل جوه الخلية بيدخل وراه المية، ودي قاعدة لازم تكون عارفها، إن مكان ما الصوديوم ما يروح المية بتروح وراه، والنتيجة إن الخلية تتنفخ، بيحصل سويلنج، ودي أول علامة بنشوفها بعينينا تعرفنا إن الخلية دي حصل لها إصابة. تاني مشكلة بتحصل إن الخلية بتحاول تنقذ نفسها، فبتشغل مولد الطوارئ وبتحرق الجلوكوز من غير أكسجين، بتعمل انيروبيك جلايكوليسيس. الحل ده بيطلع طاقة قليلة، بس مشكلته الخطيرة إنه بينتج عوادم اسمها لاكتيك أسيد. لما الأسيد ده بيزيد الPH بيقل، الوسط بيبقى حامضي. الحموضة دي بتخلي الإنزيمات بتاعة الخلية تتنح وما تشتغلش، وممكن يحصل تكتل للمادة الوراثية نيوكليار كروماتين كلامبينج. ومع نقص الطاقة الرايبوسومز اللي هو مكن تصنيع البروتين بتفك من على الشبكة الاندوبلازمية، بيحصل حاجة اسمها رف اندوبلازميك ريتيكولم ديتاشمنت، فالخلية تفقد قدرتها على تصنيع البروتين اللي هي محتاجاه عشان تصلح نفسها. نسيب بقى الطاقة شوية ونروح لعدو داخلي خطير وهو الكالسيوم. في الطبيعي الكالسيوم تركيزه جوه الخلية قليل جدا جدا مقارنة ببره. الخلية بتبذل مجهود عشان تحبسه بره الخلية او في مخازن جوه الخليه زي الميتوكوندريا والسموث اندوبلازميك ريتيكولم. لما بيحصل اسكيميا او تسمم المخازن دي بتضرب والكالسيوم بيدخل جوه السيتوبلازم بغزاره. طيب وايه يعني ده الكالسيوم مفيد للعظم؟ لا يا دكتور، الكالسيوم جوه السيتوبلازم بالتركيز العالي ده بيشتغل كأنه زرار تشغيل التدمير الذاتي، بيصحي انزيمات مفترسة كانت نايمة. الانزيمات دي بتاكل الخلية وهي حية. رقم 1 هو الفوسفولايبيز. فوسفولايبيز انزيم بيكسر الدهون فيدوب غشاء الخلية. تاني واحد هو البروتييز، ده بيكسر بروتينات الخلية والهيكل بتاعها. تالت واحد هو الاندو نيوكلييز، ده بقى بيدخل يفرم الDNA. الانزيم الرابع هو الATPase، وده بيكمل على الباقي ويكسر اي ATP فاضل. عشان كده زيادة الكالسيوم هي حكم بالإعدام. دلوقتي يا دكتور سيب كل اللي في ايدك وركز معايا في الموضوع ده، عشان هنرجع بالزمن لدرس كيمياء قديم، بس الدرس ده هو اللي هيفهمنا ازاي بنعجز وازاي السرطان بيحصل. هنتكلم عن البلطجية بتوع الخلية، الفري راديكالز، وفي رواية اخرى بنسميها الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، ROS Reactive Oxygen Species. بصوا معايا على الرسمة دي ذرة أكسجين طيبة وبنت حلال. احنا عارفين إن الذرات بتحب الاستقرار، والاستقرار في عالم الذرات يعني إن المدار الخارجي الأوتر أوربت يكون مليان إلكترونات على هيئة أزواج، كل إلكترون ماسك في إيد أخوه، كده الذرة هادية ومستقرة. تخيل بقى لو لسبب ما إلكترون من دول فقد شريكه وبقى لوحده، بقى سنجل، الإلكترون ده بنسميه unpaired إلكترون، والذرة في الحالة دي بتتحول لكائن مجنون غير مستقر وشديد التفاعل. ما بقاش اسمها ذرة أكسجين، بقى اسمها فري راديكال. الذرة دي هتسكت؟ لا مش هتسكت، هتبقى عاملة زي الشخص الحرامي بتجري في كل حتة في الخلية تدور على أي جزيء مستقر جنبها، سواء كان بروتين أو دهون أو DNA، وتخطف منه إلكترون بالعافية عشان تستقر هي. طيب الجزيء اللي اتسرق منه ده هو كمان بيتحول لفري راديكال، ويروح بقى يدور على جزيء تاني مستقر يسرق منه إلكترون، وهكذا سلسلة تفاعلات بتحرق الخلية. الفري راديكالز دول أشهرهم 3 وهنرتبهم حسب الخطورة. الأول السوبر أوكسايد أنيون، وده البلطج الصغير. 2 الهيدروجين بيروكسيد رمزه H2O2. التالت وده أخطر وأعنف سفاح فيهم هو الهيدروكسيل راديكال، ده مية نار بتدوب أي حاجة. طيب المجانين دول بيجوا منين؟ عندنا مصدرين، مصدر طبيعي ومصدر مرضي.
نبدأ بالطبيعي أو الفسيولوجيكال. تخيل إنك وإنت قاعد بتتنفس دلوقتي جسمك بينتج سموم. طيب إزاي؟ في الميتوكوندريا أثناء التنفس الخلوي وإحنا بنحرق الجلوكوز عشان نطلع طاقة، في شوية أكسجين بيسربوا ويتحولوا لسوبر أكسايد. ده عادي جدا زي عادم العربية، والجسم بيعرف يتعامل معاه ويتخلص منه طول ما هو قليل في الكمية. نيجي بقى للمرضي أو الباثولوجيكال، وهنا الكوارث بتبدأ. الفري راديكال بتزيد جدا في حالات معينة. واحد، الإشعاع أو الراديشن. الأشعة بتدخل تكسر جزيئات المية اللي في جسمنا وتحولها لهيدروكسيل راديكال، وده سبب إن الإشعاع بيعمل سرطان. الحالة التانية وهي الالتهابات. خلايا المناعة النيتروفيل والميكروفيج بتستخدم الفري راديكالز دي كسلاح كيميائي عشان تقتل البكتيريا، بس في الحرب دي أنسجة الجسم نفسها بتتحرق بالنيران الصديقة. تالت حالة بيتكون فيها فري راديكالز بشكل رهيب هي إصابة إعادة التروية، الري برفيوجن انجري، ودي ركزوا فيها عشان انا ما كنتش فاهمها لحد ما جيت ابسطها لكم. دلوقتي واحد جات له جلطه في القلب، اسكيميا، الخلايا بتعاني، الدكتور دخل بالقسطره وفتح الشريان والدم رجع يتدفق من تاني، حصل ري برفيوجن. المفروض المريض يتحسن صح؟ لقوا ان احيانا بيحصل له انتكاسه والقلب بيبوظ اكتر. مش منطقي صح؟ عشان نفهم الريبرفيوجن انجري كويس، تخيلوا ان الميتوكوندريا عبارة عن خط انتاج في مصنع اللي هو الالكترون ترانسبورت تشين. في الحالة الطبيعية العمال واقفين بيناولوا بعض شحنات الكهرباء اللي هي الالكترونات بسلاسة، وفي اخر الخط واقف الاكسجين يستلم الشحنة دي ويتحول لجزيء مية امن. ده في الحالة الطبيعية. في حالة الاسكيميا الخط واقف والعمال او الانزيمات تعبانين وجعانين والشحنات اتراكمت في ايديهم مش عارفين يودوها فين. في حالة الريبرفيوجن عودة الدم فجأة، احنا فجأة شغلنا الخط بأقصى سرعة ودخلنا كميات مهولة من الأكسجين مرة واحدة. العمال أو الإنزيمات لسه دايخين ومش فايقين فمش ملاحقين على السرعة دي. بدل ما يسلموا الأكسجين شحنة كاملة ويحولوه لمية، الاكسجين بياخد نص شحنة فقط، وهنا بتحصل الكارثة. الاكسجين اللي واخد نص شحنة ده ما بيبقاش مية، ده بيتحول لسوبر اوكسايد راديكال، بيتحول لفري راديكال. يعني بدل ما المصنع يطلع مية بيطلع مية نار تحرق اللي باقي من المصنع. العملية دي اسمها incomplete reduction of oxygen لو حد سألك عليها. طيب كده احنا عرفنا ايه هي الفري راديكال وعرفنا امثلة عليها وعرفنا ازاي بتتكون. لو اتكونت بقى ازاي بتعمل مشكلة في الخلية؟ الفري راديكال بتعمل دمار شامل للخلية، بتخرم السيل ممبرين، تكتف البروتينات وتكسر الدي ان ايه، يعني بتجيب عليها وطيها في ثانية. لكن الحمد لله ربنا خلقنا بنظام حماية رباني عشان يحارب الفري راديكال، وهو مضادات الأكسدة، الانتي اوكسيدنت. في بعض الانزيمات وثلاث فيتامينات بيشتغلوا كانتي اوكسيدنت زي فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E. فهمتوا اللعبة؟ فهي حرب دايما بين الفري راديكلز ومضادات الأكسدة. طول ما في توازن بينهم الخلية بتكون سليمة. لو الفري راديكلز زادت بيحصل اوكسيداتيف ستريس والخلية بتتدمر. طيب امتى نقول ان الخلية دي لسه فيها امل وامتى نقول خلاص مفيش؟ نقول السؤال بصيغة تانية، امتى نعرف ان الاصابة دي ريفيرسبل وامتى نعرف انها irreversible؟ طول ما الضرر لسه بسيط، لو رجعنا الاكسجين الخلية هترجع تشتغل تاني، ومضخة الصوديوم هتطرد المية والخلية تخس وترجع طبيعية. ايوه، يعني لما ابص على الخلية اعرف منين برضو انها ريفيرسبل ولسه في امل؟ لو بصينا تحت الميكروسكوب على خلية مصابة اصابة ريفيرسبل هنشوف حاجتين: السيلولار سويلنج، ودي اول علامه بتظهر، الخليه بتبقى منفوخه ميه لان مضخه الصوديوم واقفه زي ما قلنا. لو بصينا بالعين المجرده على العضو كله زي الكليه مثلا هنلاقيه بيكبر في الحجم ولونه بيبقى باهت او بيل لان الشعيرات الدمويه مضغوطه من التورم اللي حاصل. ولو بصينا تحت الميكروسكوب العادي بنشوف فجوات ميه في السيتوبلازم بنسميها هيدروبيك تشينج او فاكيولار ديجنريشن. ولو بصينا بقى بالميكروسكوب الالكتروني بنشوف الغشاء بتاع الخليه طالع منه بلالين بلبس، والمايكروفيلاي اللي كانت موجوده الخملات بتتمسح وتختفي، بيحصل لها بلانتنج والخليه بتفك من الخلايا اللي جنبها. كده خلصنا السويلنج بتاع الخليه. التغير التاني اللي لما نشوفه نعرف انه حاصل هنا اصابه مؤقته او ريفيرسبل انجري هو التغير الدهني او الفاتي تشينج، وده بيحصل اكتر في الاعضاء اللي بتتعامل مع الدهون زي الكبد. الخلية هنا شكلها بيكون عامل زي الخاتم، النواة بتبقى على الحرف
بيسموها سيجنت رينج ابيرنس، والموضوع ده هنشرحه بالتفصيل في فيديو تاني، بس اعرف دلوقتي انه عبارة عن ريفيرسبل انجري، اصابة مؤقتة. كده عرفنا الحاجتين اللي لما نشوفهم نقول انه لسه في امل. في بقى حاجتين لو حصلوا يبقى خلاص مفيش امل. irreversible mitochondrial damage، الميتوكوندريا باظت تماما ومش عارفة تطلع طاقة تاني حتى لو رجعنا الاكسجين. 2 profound membrane damage، وده الاهم، غشاء الخلية داب واتخرم. بمجرد ما الغشاء يتخرم محتويات الخلية بتدلق بره والكالسيوم بيدخل يغرق الدنيا. هنا بنقول جيم اوفر. تعالوا نفصل بحتة كلينيكال. ازاي بنعرف ان واحد جاله ذبحة صدرية او جلطة في القلب؟ بناخد عينة دم وندور على انزيمات القلب زي التروبونين او السي كي ام بي. الانزيمات دي مكانها الطبيعي جوه عضلة القلب، جوه الخلايا. ايه اللي ممكن يخرجها ويمشيها في دم المريض؟ بالظبط، حصل irreversible injury والغشاء بتاع الخلية اتخرم، فالانزيمات هربت بره الخلية وطلعت للدم. نفس الكلام في الكبد، لما تلاقي انزيمات الكبد عالية في الدم ده معناه ان خلايا الكبد بتموت. كل اللي فات ده كان السيناريو المتفائل، لسه في امل والخلية لسه عايشة. لكن لو الضغط استمر او الضغط ده كان اعلى من قدرة الخلية على التكيف، لو الخلية عدت نقطة اللا عودة، هنا بندخل في السيناريو المظلم، السيناريو النهائي، وهو موت الخلية. السؤال هنا، الخلية هتموت ازاي؟ عندنا طريقتين للموت، والفرق بينهم زي الفرق بين جريمة القتل والانتحار. نيكروزس، الموت الفوضوي، ده النوع الأول وبنسميه جريمة القتل. ليه؟ لأن ده بيحصل غصب عن الخلية بسبب مؤثر خارجي قوي، اسكيميا، توكسينز، انفكشنز. طيب ايه اللي بيحصل؟ حجم الخلية بيزيد، بتورم جدا، سويلنج، سيل سويلنج، والبلازما ممبرين او الغشاء بتاع الخلية بيفرقع، disrupted، بيحصل ممبرين ديسربشن، ومحتويات الخلية والانزيمات بتدلق بره في الشارع، في الاكسترا سيلولار سبيس. ولما الحاجات دي تخرج بره الخلية الجهاز المناعي بيعتبرها جسم غريب، فبتحصل خناقة. الخلايا المناعية النيتروفيلز بتيجي وتعمل التهاب، لذلك الالتهاب في النيكروزس فريكوينت، فدايما مع النيكروزس في التهابات، ودايما بتحصل بشكل باثولوجيك. ما هي جريمة قتل بقى. بابتوزس، الانتحار المنظم. النوع التاني بقى شايفين كيوت ازاي؟ ده انتحار مترتب له، بروجرامد سيل ديس. الخلية بتقرر او بيجيلها امر ان دورها خلاص انتهى، او انها بقت خطر على الجسم زي خلية سرطانية او مصابة بفيروس، فبتشغل برنامج داخلي عشان تنهي حياتها بكرامة. ايه اللي بيحصل؟ الخلية بتكش مش بتورم، والغشاء بيفضل سليم انتكت. النواة بتتكسر لحتت صغيرة، فراجمنتيشن. الغشاء بيفضل سليم بس بيطلع منه فقاعات صغيرة بنسميها ايبابتوتيك بوديز، كل فقاعة شايلة حتة من الخلية. بتيجي الخلايا الأكولة تبلع الإيبابتوتيك بوديز دي في هدوء تام. طيب مفيش أي حاجة بتدلق بره؟ لا مفيش، وبالتالي مفيش انفلاميشن، مفيش التهاب. وده الفرق الجوهري بين النوعين، النيكروزس فيه انفلاميشن، الإيبابتوزس مفيش انفلاميشن. تعالوا بقى نمسك الموت الفوضوي الأول ونشوف ايه التغيرات اللي بتحصل للنواة والسيتوبلازم. قبل ما نشوف اللي بيحصل في النواة تعالوا نبص الأول على السيتوبلازم بتاع الخلية الميتة. هنشوف 1 2 3 تغيرات في السيتوبلازم. رقم 1، الخلية الميتة دي لونها بيبقى أحمر غامق أكتر من الطبيعي. طيب ليه؟ لأن البروتينات اللي باظت واتجلطت بتحب تمسك في الصبغة الحمراء اللي اسمها ايوسين، وفي نفس الوقت الخلية فقدت ال RNA اللي كان بيدي لون أزرق، فالأحمر بيكسب. يبقى أول تغير زيادة الإيزينوفيليا، لونها بيبقى أحمر بزيادة. تاني حاجة، الخلية بتبان ناعمة وبتلمع زي الإزاز، جلاسي هوموجينوس أبيرنس، والسبب إن مخزون الجلايكوجين اللي كان مخلي شكل الخلية محبب اتكسر واختفى، فبقت ملساء تماما. وفي المراحل الأخيرة الخلية الميتة بتشتغل زي المغناطيس للكالسيوم، فبيترسب عليها كالسيوم وبتبقى ناشفة ومحجرة، كالسيفيكيشن. نيوكليار تشينجز. تعالوا نبص تحت الميكروسكوب ونشوف ايه اللي بيحصل للنواة في النيكروزس. النواة هنا برضو بتمر ب3 مراحل ورا بعض، لازم تحفظهم بالترتيب دلوقتي. 1، بيكنوزس. النواة بتكش وبتصغر
وتبقى نقطة سودة غامقة، بيحصل انكماش للنواة، يبقى بيكنوزس انكماش. 2 كاريوريكسس. كاريوريكسس النواة المنكمشة دي بتتكسر لحتت صغيرة وتتفتت، يبقى كاريوريكسس معناها تفتت. 3 كاريولايزس. لايزس يعني تحلل، الحتت دي بتدوب وتختفي تماما بفعل الانزيمات، يبقى بيكنوزس كاريوريكسس كاريولايزس. تاني بيكنوزس كاريوريكسس كاريولايزس. بيكنوزس كاريوريكسس كاريولايزس. بيكنوزس النواة بتنكمش، كاريوريكسس النواة بتتفتت، كاريولايزس النواة بتتحلل. أشكال النكروزس. طيب بما إن النكروزس هو عملية بشعة، شكل النسيج الميت بيختلف حسب نوع النسيج وسبب الموت. عندنا 6 أشكال لازم تعرفهم زي اسمك سداسي. Coagulative necrosis ده أشهر نوع، وبيحصل لما نقطع الدم عن أي عضو صلب. زي إيه؟ زي القلب، الكلية، الطحال. البروتينات بتتجلط، بيحصل لها denaturation، فبتحافظ على شكل الخلية الخارجي لفترة، بس النواة بتختفي. بنسميها الخلايا الشبح Ghost Cells. المنطقة الميتة دي بنسميها infarct أو جلطة. Liquefactive necrosis تاني نوع معانا هو عكس الأولاني تماما. إذا كان الكواجولاتيف بيخلي العضو ناشف ومتجلط، فالنوع ده بيخلي العضو شوربة أو سائل لزج، واسمه جاي من ليكوفاكشن يعني إسالة. هنا بقى يا دكاترة الإنزيمات الهاضمة الهيدروليتيك إنزيمز بتبقى قوية جدا ومفترسة، فبتعمل انزيماتيك دايجيشن، بتهضم الخلايا وبتتغلب تماما على تجلط البروتين. يعني الخلية بتدوب وبتفقد معالمها تماما، ولا بيبقى فيه جوست سيلز ولا غيرها. النسيج كله بيتحول لكتلة سائلة لزجة فيسكس ليكويد ماس. طيب الليكوفاكتيف نيكروزس بتحصل فين؟ عندنا مثالين. الأول هو السكتة الدماغية. فاكرين لما قلنا ان الاسكيميا بتعمل كواجولاتيف نيكروزس في كل حتة؟ اهو المخ بقى هو الاستثناء الوحيد للقاعدة دي. لو حصل جلطة في المخ، الخلايا العصبية بتموت وتتحول لسائل، بتسيب مكانها فجوة مليانة سائل، بنسمي الفجوة دي سيست. طيب اشمعنى المخ؟ لان المخ مليان دهون وسوائل وانزيمات وما فيهوش بروتينات كتير تتجلط. المثال التاني وهو العدوى الصديدية Suppurative Infections. لما يدخل جوه الجسم بكتيريا، الجسم بيبعت للبكتيريا دي جيش من خلايا الدم البيضاء وتحديدا النيتروفيلز. بتحصل خناقة كبيرة، والإنزيمات بتاعة البكتيريا على الإنزيمات اللي بتطلع من النيتروفيلز بيدوبوا النسيج تماما. النتيجة بتبقى مادة سائلة لونها أصفر كريمي وقوامها لزج، بنسميها بص أو بالعربي الصديد. يبقى الصديد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نسيج ميت ومتحلل زائد خلايا النيتروفيل ميتة. تحت الميكروسكوب لو بصينا مش هنشوف شكل الخلية الأصل خالص، هنشوف بس بقايا وحطام خلايا عايمة في سائل. كازياس نيكروزيس ده النوع الخاص بمرض السل أو التي بي تيبركلوزيس. النسيج الميت هنا بيبقى لونه أبيض وطري ومفرول شبه الجبنة القريش بالظبط، وعشان كده سموه كازياس يعني شبه الجبنة. هو عبارة عن خليط بين النوعين اللي فاتوا، ناشف وسائل في نفس الوقت. وتحت الميكروسكوب بنلاقي الجسم بنى حواليه سور مناعي اسمه جرانيلوما، والمعالم بتاعة الخلية ممسوحة تماما. فات نيكروزيس ده بيحصل في الأنسجة الدهنية، وأشهر مثال عليه هو التهاب البنكرياس الحاد Acute Pancreatitis. انزيمات البنكرياس بتهرب وتكسر الدهون اللي حواليها وتحولها لأحماض دهنية. الأحماض الدهنية دي بتمسك في الكالسيوم ويعملوا مع بعض مادة بيضة شكلها واضح هنا اهو، ناشفة زي الطباشير، كأننا بنصنع صابون جوه الجسم. العملية دي اسمها تصبن أو سابونيفيكيشن. جانجرينس نيكروزس الغرغرينة دي مش نوع منفصل قوي، هي نفسها الكواجيولاتيف نيكروزس لكن حصلت في طرف من الأطراف. مهم تفرق بين النوعين بتوعها عشان حياتك العملية. الدراي جانجرين بتحصل غالبا في مريض السكر أو تصلب الشرايين، فالشريان اتقفل لكن الوريد مفتوح فالسوائل بتتصرف. الرجل بتبقى محنطة بالشكل ده، سودة وناشفة لكن ريحتها مش أوحش حاجة. نيجي للويت جانجرين، دي بتحصل لو الوريد كمان اتقفل، الدم بيتحبس والبكتيريا بتشتغل وتعمل تعفن.
العضو بيبقى وارم وطري وليه ريحة وحشة جدا، ودي حالة طوارئ. فيبرينويد نيكروزس ده بقى النوع الوحيد اللي ما نقدرش نشوفه بعينينا، بنشوفه بس تحت الميكروسكوب. بيحصل في أمراض المناعة والأوعية الدموية زي الفاسكولايتس. بنشوف مادة لونها أحمر فاقع برايت بينك مترسبة في جدار الشريان وشبه مادة الفايبرين، علشان كده سموه فايبرينويد. خلصنا كده الحمد لله أشكال النيكروزس. نبص بصة سريعة بقى على النوع التاني، فاكرين اسمه؟ ايبابتوزس. قلنا إن ممكن يكون طبيعي فيسيولوجيك أو مرضي باثولوجيك. طبيعي زي اختفاء الغشاء اللي بين الصوابع بتاعة الجنين وهو لسه بيتكون، وزي بطانة الرحم اللي بتنزل أثناء المينسترول سايكل، وزي التخلص من خلايا الدم البيضاء بعد ما تخلص مهمتها في عملية الانفلاميشن اللي هناخدها المحاضرة الجاية. الايبابتوزس بتحصل بشكل مرضي لما الخلية الدي ان ايه بتاعها يبوظ بسبب اشعاع او ادوية، فبتنتحر عشان ما تتحولش لسرطان. وفي بعض الفيروسات زي فيروس سي وبي في الكبد، الخلايا المصابة برضو بتنتحر وبنسميها كونسل مان بوديز، وده شكلها تحت الميكروسكوب. طيب هل الايبابتوزس عملية مهمة؟ أكيد مهمة. ليه؟ لأنه بيحافظ على التوازن. إزاي؟ لو الايبابتوزس قل عن الطبيعي الخلايا هتتراكم وممكن يحصل سرطان كانسر أو أمراض مناعة ذاتية. ولو زاد عن الطبيعي ممكن نفقد خلايا مهمة ونصاب بأمراض ضمور الأعصاب زي الزهايمر. وقبل ما نختم خلونا نبسط إزاي بيحصل ايبابتوزس، إزاي الخلية بتنتحر. عندنا طريقين: ميتوكوندريال باسوي وديث ريسبتور باسوي. الطريق الداخلي الميتوكوندريال باسوي، لما الخلية تتوجع من جوه يحصل دي ان ايه دامج مثلا، الميتوكوندريا بتسرب مادة اسمها سيتوكروم سي. المادة دي هي صافرة الانذار اللي بتشغل انزيمات التكسير او كاسبيسس. الطريق الخارجي ديث ريسبتور باسوي، لما الخلية تكون مصابة بفيروس بتيجي خلية مناعية زي التي سيل تخبط على بابها، تخبط على الريسبتور وتقول لها جالك قرار إزالة. في الحالتين النتيجة واحدة، تفعيل انزيمات الكاسبيسس اللي بتقطع الخلية حتت صغيرة في صمت. تعبتوا؟ حقكم والله. المحاضرة كانت دسمة بس انتوا كنتوا قدها. تعالوا نراجع في ثانية كده احنا عملنا ايه النهاردة ولمينا الموضوع ازاي. في البداية عرفنا الفرق بين الخلية اللي بتتدلع والخلية اللي وصلت لنقطة اللا عودة. عرفنا الفرق بين الريفيرسبل انجري والإرريفيرسبل انجري، وعرفنا أسباب الانجري. قسمنا التمانية لأربعة، أعداء خارج الخلية وأربعة خونة داخل الخلية. وفهمنا الفرق بين الهايبوكسيا والإسكيميا، وعرفنا مين الأخطر. ودخلنا جوه الخلية وشوفنا الكوارث التلاتة بعينينا: الطاقة اللي خلصت، والكالسيوم اللي هيج الانزيمات المفترسة، والفري راديكلز اللي ولعت الدنيا. وشوفنا الخلية وهي ورمة سيلولار سويلينج وهي مدهننة فاتي تشينج تحت الميكروسكوب، والاتنين دول كانوا علامات الريفيرسبل سيل انجري. وختمنا بموت الخلية، شفنا الموت البشع النيكروزس بأشكاله الستة، من أول البيض المسلوق الكواجيولاتيف لحد الصابون الفات نيكروزس. وعملنا مقارنة بينه وبين الانتحار الشيك الايبابتوزس. مطلوب منك دلوقتي حاجتين: كوباية شاي تروق بيها، وتنزل تحل الكويز اللي في الوصف تحت الفيديو عشان تثبت المعلومات دي. ولو في أي فتفوتة وقعت منك الكومنتات موجودة والواتساب متاح ليك في أي وقت. استعدوا للمحاضرة الجاية عشان داخلين على الخناقة الكبيرة، الالتهاب، الانفلاميشن. وبالتوفيق يا أبطال، سلام عليكم.